مش عارف انت سمعت عن موضوع الطياره اللي اتقلبت امبارح دي ولا لا، بس في حاجه غريبه بتحصل. امبارح ابو الاصدقاء كان في طياره طالعه من اذربيجان، وتحديدا من منطقه جواها اسمها باكو. ايوه يا شباب، الطياره دي كانت رايحه فين؟ الطياره دي كانت رايحه الشيشان. المهم ان كان على الطياره دي 67 شخص، 62 ركاب وخمسه شغالين في الطياره. المهم ان الناس اللي قاعده في الطياره بداوا يحسوا ان الطياره كده عماله تعوج وعماله ترعش، ومره واحده وبدون اي مقدمات الطياره بدات تعمل وقامت واقعه على الارض. ووقعت فين بالظبط؟ الطياره وقعت في كازاخستان. المريب بقى كله مش في ان الطياره وقعت، ما عادي يعني كلنا شفنا السنه دي طيارات كتير عماله تقع. المريب لحد دلوقتي الاسباب اللي بيقولوا ان الطياره وقعت بسببها. الطياره لما وقعت مات حوالي من 5 ل 38 واحد، فالناس بدات تسال شركه الطيران يا جماعه الطياره وقعت ليه؟ شركه الطيران قالت والله يا جماعه ان الطياره خبطت في مجموعه طيور، وكمان مع ان كان الجو مغيم فده اللي خلى الطياره تقع. بس وسائل الاعلام لما بدات تروح المكان اللي وقعت فيه الطياره لقوا ان حرفيا الطياره كلها مخرمه. طب ازاي الطياره مخرمه بالشكل ده، واللي وقعها لا مؤاخذه شويه حمام وغيوم يعني. لحد ما واحد من الركاب اللي نجوا من الحادثه قال ان هو مره واحده سمع صوت انفجار، ومره واحده قامت الطياره واقعه بيهم. في مصادر بتقول ان الطياره وقعت بسبب ان في انبوبه اكسجين انفجرت جوه الطياره، ومصادر تانية بتقول ان روسيا افتكرت ان الطياره دي طياره اوكرانيه عشان كده ضربوها بصاروخ مضاد للطائرات. فتفتكر انت ابو الاصدقاء إيه اللي وقع الطياره دي؟ بس على العموم هتلاقي مصدر الكلام اللي قلته في اول كومنت، وكالعاده كمل انت بقى.